انصوب سيدي جي وليدي نجون غرنا يج سيس منس غارف غرس دوك نضال غرس في متي غرس في كمي النس وانساني نقلان يتدرسن يتدن يتيجي ينقارن المفرق جار ينظام يير معناته انه كل مجتمع لديه ثقافه ولديه تراث تفرقه وتبينه عن باقي المجتمعات الاخرى. انسينا يا اجلان جينا وثين ازوال نسن اذن ومزرو إلى التاريخ جينا قيم ضغرنا يمسينا يا نسفوكي لسن تحتفل لسن آل السي ماشي غير الساي نغير ثاي الطبعة والسن لبلدية بوزينة منذ أن أقرت اللغة الأمازيغية في الدستور الوطني من طرف رئيس الجمهورية. في من اللي فيها ابن الجيل أسا المسرقة والمسن ودنوعا متى هنسوا ليس تمر إيلان حضر إنجي ونقلان حضر نضغر مغلاي أكل أكليش تيسم النس. بداية أرحب بضيوفنا الكرام. بداية أرحب رئيس المجلس الشعبي البلدي، رئيس الدائرة، كل الجمعيات اللي ساهمت باش تكون إن شاء الله طبعة ناجحة. الطبعة الثانية أشكر كل الإعلاميين، الصحافة، وكما أشكر ممثل للسياحة ولاية ذاتنا أسكاس أمكاس إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الزور في اللون. أصالة عن نفسي ونيابة عن سكان بوزينة نرحب بضيوفنا الكرام كل المشاركين في احتفالات رأس السنة الأمازيغية. أفريقيا بالترسيم 12 جانفي بالترسيم 12 جانفي من كل سنة كعيد وطني احتفالا برأس السنة الأمازيغية في إطار جهود الدولة الرامية لترقية التراث واللغة الأمازيغية. ونحن نحتفي بحلول السنة الأمازيغية الجديدة أحد رموز مقومات هويتنا الوطنية وعمق تاريخنا العريق. أتقدم بأصدق عبارات التهاني والأماني سائلا الله تعالى أن يجعل هذه المناسبة السعيدة معلم خير وصحة وهناء لسائر المواطنين وفال رخاء وأمن غير جزاء. ودورنا اليوم التمسك بأصالة الأجداد التي توارثناها منذ آلاف السنين والبعد الحضاري لهذه المنطقة وما تزخر به من إمكانيات طبيعية وبشرية وتاريخها النضالي وما قدمته من تضحيات جسام عبر كافة حقبات التاريخ التي مرت بها، آملا أن تسترجع بفضل جهود أبنائها ومرافقة السلطات العمومية وجهها الحضاري، وأن نستكمل برامج التنمية بها لتحسين الإطار المعيشي للساكنة. أسكاس أمكاس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشرف المرسلين. أولا صديو في الجنر الغذائي إيش بقى يا رئيس الدائرة يثلث بالتاريخ الأمازيغ، يثلث بأن التاريخ البعض يظن أنه لغة والتاريخ ليس بلغة. التاريخ كبير وكبير جدا. التاريخ يقعمر بالله نشنو هذا السنشو نشنو ذا بارك الله. أولا باسمكم جميعا وباسم سكان بلدية بوزينة أصطفغ سنيجي وليديو سنغرنا المناسبة أسكا بزوار من النار أسكا سلم كيف إن شاء الله. خصغاون النيو باللي عبر البلديات الولاية كامل 61 بلدية، البلدية الوحيدة اللي راهي فيها 12 مدرسة وراهي تدرس اللغة الأمازيغية. هذا فخر لنا أكد. والطوال شاف له خاطر هاون دنيا وكلنا وثيض الرئيس أشكره جزيل الشكر نيابة عن المواطن بلدية بوزينة
لأن هذا الرئيس يسهر ليل نهار باش ينمي البلدية هذه. وبارك الله بكم وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعلن رسميا عن افتتاح الاحتفالات بهذه المناسبة الوطنية. تفضلوا مشكورين بالحضور لزيارة المعرض المخصص لهذه المناسبة. مشكورين. باش نحرقوا ممكن الآلة اللي تشكوا فيها هي غير الآلة هذه اسمها الثلج ديكاجيو فيها الثلج. النبي النار جابس كان يحلم أتي النار يقري دي النار إذا سير يبهم أتي النار والذي النار جابس كان يحلم أتي النار يقري دي النار إذا سير يبهم أتي النار والذي النار جابس كان يحلم أتي النار يقري دي النار إذا سير يبهم أتي النار والذي النار إذا سبا سترا أتي النار والذي النار إذا سبا سترا النار. توكي فمغامر الرداية اللي غير النعم أتقمى من سيئي وخام في يد العوايا يدن زمان. توكي فمغامر الرداية اللي غير النعم أتقمى من سيئي وخام في يد العوايا يدن زمان. أفرح هذا الداية مغامر تروى أنك كبري بالرعاية. أفرح هذا الداية مغامر تروى أنك كبري بالرعاية. أتي النار والذي النار تاتسكا يحلم أتي النار يقري دي النار إذا سير يبهم. أتي النار والذي النار تاتسكا يحلم أتي النار والذي النار إذا سير يبهم. أتي النار والذي النار إذا سبا سترا أتي النار والذي النار إذا سبا سترا النار. توكي فمغامر الرداية اللي غير ماء أتقمى من سيئي وخام في يد العوايا يدن زمان. توكي فمغامر الرداية اللي غير ماء أتقمى من سيئي وخام في يد العوايا.
الحوايج اللي كما نقولوا ما ياكلوهوش دائما يخرجوا غير في النهار كما الجوز كما نقولوا نديروا هذا من الفطار والتفاح والصرمان والتشينه كيما هكا نديروا هكا هذو هما الحوايج اللي نديروا في النهار. هاي بسم لا الناس عرضت في الله هذا عبر القليل يرشمنا هنا ينحلانا يرشمنا عايشين احرار ورانا نحتفلوا وهذا كما يقولوا زاد بوتفليقه زاد يعني شوف زاد في الشخصيه الجزائريه ولا الوطنيه الجزائريه يعني كرس كما يقولوا يناير هذا كعيد وطني لهناك اللي عندنا كما يقولوا هويه اخرى بعد ما كانت عندنا اللغه العربيه فقط عندنا اللغه الامازيغيه يعني هذا وكل راهو في الفايده نتاعكم يخدم بالاضافه الى الاسلام يا اخي تعرفوا الاسلام عندنا العالم نتاعنا رانا دوله مستقله احنا ديما نحوسوا على السلم الرساله هذه خاصه للشباب هذا المركز بلاصتادين اللايمير لا هي مركز تعذيب يعني يا ريت كما يقولوا الاف الناس اللي راهم ماتوا لا كاين الناس اللي طبخوهم لاحوهم في الطنجيره ونعطيكم حتى الاسم اذا كانت تحوسوا عليه سعيد وبزعيد لاحوه مباشره في الطنجيره لهنا يعني ذاب طيبوه وين كانوا يدفنوهم حتى باش يتدفنوا باحترام كانوا يدفنوهم لهنا لان بكري كانت الكوزينه اللي حاشاكم وكذا كان زيقوا يعني لاحوهم في الغرقه هذيك دونك شوفوا بيان دروك نقولوا الحمد لله داكور وكانوا يستعملوه في اساليب التعذيب كانوا يعلقوهم اللي في الدار الاخرى اللي كان هاو السيلان كانوا يعلقوهم في السيلان هذا ويضربوهم كما يقولوا بالهراوه وكاين الكهرباء وكاين الماء يعني باش يستنطقوا الناس هذو دونك هزوا الرساله هذه ماذا بيا تكون رساله ما تنساوهاش قرت شابليون اللي لاباس دولتات هشامه الحمد لله الامازيغي واش يحوس الامازيغي واش ما تمثلوش الحرمه نتاعو في الحريه قال كان باغي نعيش حر ني بلوس ني موان اتونسيون قارب لي ونتعاش مام يعني لو ميساج هاهوش مام بور تو الموند سي سار الا يشطو يصلحش بصح ما نقدروش نعمو نقولوا باللي الدوله هذه ما تصلحش كاين ناس اللي راهم يصلحوا وبناو البلاد هذه ورانا عايشين والحمد لله ونتلاقاو في تظاهرات وربي يفرج علينا كامل اسواس ذمكاز بور تو الموند اسواس ذمكاز عام سعيد وان شاء الله نزيد تكون لمه اكثر لا مربوح ان شاء الله وما تنساش عمي سي احمد باش انا وانت نقدمك وايد باب انت الدارت وايد باب انت الدارت كي داكور كسناست فرنسا كي مركز التعذيب هاد دارت الناس كساست كي داكور نحات له الدار هذه ورجعتها مركز تعذيب وهو يضيف لكم بعض الاضافات تفضل رئيس الطائره ايوا الشهداء امين يا رب العالمين امين فلسطين العراق امين يا رب العالمين الحرم اللغ شعشع النور النغ امين يا رب يا رب يحفظ زير النغ يا رب يحيى زير النغ امين يا رب العالمين يا رب وعد الخير يا رب ينفع الشر يا رب امين يا رب العالمين يا رب نوشا ونقيش لهنا امين يا رب محنا التجاره ونمحنا التجاره ونادي يشرب بالخير ان شاء الله ان شاء الله محنا التجاره ونسفرت ولا ونادي يشرب بالخير ان شاء الله يا رب يشد الخير يا رب يبعد الشر يا رب يشد الخير الجماعة هاي اللوم ذكر امين يا ربي ويخسنا قداس تاستاي مجحلة يا رب ان شاء الله إلا نظام مريض رباثي يشفى إلا نقرد نظام ضرور رباثي أزياوي امين يا رب وإلا وغرشة يا رب يلزل قسم وإلا نظام ضرور يا رب يشفى وإلا نظام مسافر يا رب يسر فلاس امين يا رب يحزم فلاس قد سافر إذا نصاد يربح بخير وعلى خير امين يا رب يرجع الغربة النغ بخير وعلى خير امين يا الله يا رب يحق الحق بالطل وباطل يا رب ينصر دين محمد امين يا رب العالمين ينصر دين محمد يا رب يحط الرحمة ما بين الدل والبحر يا رب يحط الرحمة ما بين الصحراء والبر امين يا رب يا رب العالمين يسر الرحمة من كل بلاد من كل جناس يا رب يحنق لي الرؤيا سنغ
يخلي جماعتنا حنا قليا خلق يا ربي. امين يا رب. كاهن يخلق انت كاهن يصلحن. امين يا رب. يا ربي يصلح قد الراي نغد الراي ندري نغد الراي العرش نغد الراي الراي. امين يا ربي قد على ونسر. يا ربي السرا نغد مد الى اخر. يا ربي تفضحها نغلا لا في دنيا لا في الاخره. امين يا ربي قد على ونك يا ربي لا كاين يا ربي. شكاك لا ندع عساس لا حراز لا وشيد. يا ربي رزق اليوم مثلنا. يا رب وعاد الخير لنا. يا ربي بعد العدونا. يا ربي حق الحق بالتدوبة. يا ربي نسلم واش تستاهل واش الولد انا ديك الصغر تغنتشا بوعده الله يبارك باش نديوش الخير هذه شمال ندير الخير والله الا بيك بس يحلى يا ربي خلفه عندك يزبر بالنوم يا ربي هاي وحده اللي ثاني اروح حتى في كاس مغي Très bien. 10 خلاص. Très bien. Très bien. حلا مديرية السياحة والصناعة الإقليمية لولاية فاطمة نشكر كل من ساهم عن قريب أو عن بعيد في إنشاء هذه التظاهرة أو هذا اليوم الوطني. كما تشرف مديرية السياحة والصناعة الإقليمية بالحضور بالمشاركة والحضور في فعاليات هذا العيد الوطني في مدينة بوزينة. فقط كلمة قصيرة أود أن أقولها عن واقع السياحة في بوزينة. مدينة بوزينة لماذا تم اختيار مدينة بوزينة من بين 61 بلدية للمشاركة أو لإحياء يوم النهر. بوزينة هذه عبارة أقل ما يقال عن بوزينة هي متحف مفتوح على هواء الطلق، فيها جميع مقومات السياحة، فيها سياحة جبلية، فيها مقومات سياحة جبلية، فيها مقومات السياحة البيئية، فيها مقومات السياحة التاريخية، فيها مقومات السياحية الثقافية. هي مدينة بوزينة فيها تزاوج بين الطبيعة التلية والصحراوية، فيها جميع المقومات السياحية، وبالتالي هي متحف مفتوح على هواء الطلق. هي يمكن اعتبارها قطب سياحي بامتياز، ولكن خام، مادة خام غير مستغلة. احنا مديرية السياحة والصناعة التقليدية وشو الهدف من هذه التظاهرات أو هذه الأعياد الوطنية؟ هي أولا تعريف المقومات السياحية للمدينة. مدينة بوزينة بالمقومات السياحية لولاية فاطمة على العموم. تعريف المقومات السياحية ومحاولة الحفاظ على الإرث الثقافي لمدينة بوزينة، لأنه الإرث الثقافي هذا هو عبارة عن ذاكرة للأجيال وإرث للأجيال، مش تاعنا وحدنا لا الجيل تاعنا وحدنا، وإنما هو كان جيل القديم بعد جيل تاعنا من بعد يستمر إن شاء الله كتركة أو كإرث للأجيال القادمة اللي لازم يحافظوا عليه. بالنسبة لمديرية السياحة والصناعة التقليدية نتشرف بالحضور في عيد يناير إن شاء الله، وإن شاء الله تكون أعياد أخرى أو مناسبات أخرى مش غير عيد يناير. إن شاء الله راح تكون معنا وقفة في عيد تاسوس بلو مارس إن شاء الله، راح يكون عامل أكثر إن شاء الله بيننا كمديرية وبين جمعيات وبين بلدية بوزينة وبين الدائرة وبين المجتمع المدني لبوزينة، باش نحافظوا إن شاء الله نحاولوا إن شاء الله ننميوا هذه المنطقة ونعرفوا السياح الوطنيين والأجانب في هذه المنطقة، نحاولوا إن شاء الله نخرجوا المخرجات أو الشيء اللي راه مدفون هنا في بوزينة، نحاولوا نعرفوا هذا الناس إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.